بيبدأ الفيلم مع جون ومراته وبتكون ظروفهم المادية وحشة، وبيروح جون الشغل بعجلة وبيكون شغال موظف مبيعات في شركة أجهزة، وبيجي مديره وبيزعقله لأنه مش بيحقق الأهداف المطلوبة منه. وبتروح أليس انترفيو عشان تقدم على وظيفة لكن بتترفض كالعادة. وبيجي أرين عشان ياخد منها الإيجار وبيقول لها إنها متجوزة واحد فاشل، فبتقول له إن جون هيترقى قريب. وبعدها بتحسب أليس الفلوس بعد ما دفعت الإيجار وبتلاقي إن مش هيتبقى لهم أي حاجة. بيروحوا الحفلة وبيقابلوا أصحابهم القدام، وبيقابلوا ريكي ومراته بيتون، وبتقول عنها أليس إنها كانت بتنقل منها الواجب ودلوقتي بقت غنية ومعاها فلوس كتير. وبيقابلوا كمان لويس وتشاك، وبتحكي لويس لأليس إن ظروفهم صعبة لأن أمها تعبت وهم دفعوا فلوس كتير جدا للمستشفى، ولما بيروحوا بيتهم بيتعبوا لأنهم شربوا كتير لأن الشرب كان مجاني. وبيركبوا عربيتهم ويروحوا مشوار، وهم في طريقهم في عربية بتخبطهم لكن مش بيحصل لهم حاجة. وبيبلغوا البوليس عن الحادثة، وبيكونوا واقفين قدام محل البيع التحف، وبتشوف أليس ست عجوز وهي بتاخد إبريق نحاس شكله مميز من الصندوق، فبتروح وراها وبتقول لها إنها بتتفرج على التحف، وبعدها بتستغل إنها انشغلت وبتسرق الإبريق وبتهرب. وبيكون جون مش مصدق إنها سرقت. بيروح جون شغله وبتحكي له زميلته إن مديرهم بيعمل حاجات مخلة في الشركة، وبتيجي مرات المدير وبتسلم عليهم وبتقول لهم إنها جاية تتغدى مع جوزها. وبيكون أليس في البيت وبتسأل عن وظيفة، وبعدين بتلسع نفسها بمكوة الشعر، فبتلاحظ إن الإبريق اتحرك فبتفتحه وبتلاقي جواه فلوس، فبتلسع نفسها تاني وبتلاقي طلع فلوس، وبتفهم إن كل ما تأذي نفسها إبريق الشاي ده بيطلع فلوس. وبيكون جون في الشغل وبيقول له مديره إنهم بيمشوا الموظفين وهو أول واحد هيمشي، فبيقول له إنه أقدم من معظم الموظفين هنا وكمان معاه شهادة جامعية، لكن المدير بيصمم على قراره. بيرجع جون البيت وبيلاقيه متكسر، وبيلاقي أليس متعورة وفي حالة غريبة وبتضربه بالقلم، فالإبريق بيطلع فلوس. فبيستغرب جون وبيقول إنها حطت فلوس في الإبريق قبل ما تضربه، فبتضربه تاني وبتطلع فلوس تاني، وبيفضلوا يضربوا في بعض ويجمعوا فلوس. وبتقول أليس إنهم هيجمعوا فلوس ويشتروا بيت ويسددوا ديونهم ومش هيشتغلوا تاني بعد كده، لكن جون بيقول لها إن ممكن الموضوع ده ينتهي نهاية سيئة. بتصحى أليس من النوم وبتلاقي جون كاتب لها ورقة وخد الإبريق وراح يرجعه للست لأنه خايف يحصل حاجة، لكن بيلاقي البيت مقفول. فبياخد الإبريق ولما بيلمسه بيحس بحاجة غريبة كأنه سيطر عليه، وبيروح يعرضه على برنامج بيتذاع على التلفزيون مباشر. وبيقول المذيع إن الإبريق ده مميز ومصنوع من النحاس وإنه غالبا جاي من الشرق الأوسط أو من الصين. وبيشوف راجل الإبريق في البرنامج وبيعرف مكانه وبيقرر إنه يسافر لجون. بيرجع جون ومعاه الإبريق وبيقول لأليس إنهم لازم يخلصوا منه، فبتقول له إنهم هيجمعوا $1,000,000 وبعدها يتخلصوا منه. وبيبدأوا يأذوا نفسهم ويحطوا إيديهم على البوتاجاز ويرسموا أوشام ويخلعوا أسنانهم بدون بنج عشان يتألموا والفلوس تزيد، وبيحوشوا الفلوس دي في البيت لأن لو حطوها في البنك الضرايب هتسأل عن مصدرها. وبيروحوا يزوروا أم أليس وأختها وجوزها اللي بيسألوا جون هو بيجيب الفلوس دي منين بعد ما اترفد من شغله، فبيقول لهم إنه شغال في العمل الحر. بتقول أليس لجون إنهم دفعوا كل الديون اللي عليهم، وفي الوقت ده بيدخل يهود وبيضربوا جون وبيسألوهم عن الإبريق، وبيقولوا إن جدتهم كانت هتضحي بحياتها عشان تحمي الإبريق ده وقت ما حرقت اليهود، وآخر حاجة قالتها قبل ما تموت إن إبريق الشاي بتاعها ضاع. فأليس بتقول لهم إنهم باعوه وبتديهم فلوس عشان يمشوا، وبيروحوا المكتبة عشان يعرفوا معلومات عن الإبريق ده، وبيعرفوا إنه موجود من القرن الثاني تقريبا وقت صلب المسيح، وإن الإبريق ده جواه قوة سحرية عظيمة ملهاش تفسير. وبتقرأ أليس إن الإبريق ده بيسبب عواقب صعبة جدا للأشخاص اللي بيستخدموه، فبتقطع الصفحة دي بسرعة وبتخبيها قبل ما جون يشوفها، وبتقول له إنهم لازم يستمتعوا بالفلوس اللي معاهم. وبيشتروا بيت جديد وبيسكنوا في منطقة راقية، وبيشتروا كمان عربية وملابس وكل حاجة كان نفسهم فيها، وبيعملوا حفلة وبيعزموا أصحابهم. وبيجي واحد لبيتهم وبيقول لهم إنه الدكتور لينج وإنه تبع جمعية مهتمة بالآثار بالذات أباريق الشاي، وإنه جاي من الصين، وبيقول لهم إن الإبريق ده خطر عليهم لكن مش بيسمعوا كلامه وبيطردوه. وبالليل بيكونوا في مطعم مع أصدقائهم ريكي وبيتون، وبتصمم أليس إن هما اللي يدفعوا الحساب. وبيدخل جون الحمام ومعاه الإبريق وبيسمعوه وهو بيصوت. وفي يوم بيشوفهم قارم من الشباك وهم بيضربوا بعض، وبيدخل البيت وهو سكران وبيسألهم ليه بيضربوا بعض وكمان ازاي 2 فاشلين زيهم جابوا كل الفلوس دي. وبيسرق الإبريق منهم وبيجري، وبيتحايلوا عليه إنه يرجعه لكن بيرميه على الأرض وبيدوس عليه بالعربية ويمشي، لكن بيلاقوا إن الإبريق سليم وما فيهوش ولا خدش حتى. وبيروحوا لدكتور لينج وبيقول لهم إن الإبريق ده وقع في إيد ناس كتير منهم أشخاص طيبة وأشخاص سيئة، وبيقول لهم إن لو جواهم أي ذرة شر أو كراهية فالإبريق بيظهرها وهتسيطر عليهم،
لكن أليس بتقوله إنهم ناس كويسة ومسيطرين على الوضع، وبيطلب الدكتور منهم يدوا الإبريق عشان يتخلص منه ويخبيه في مكان محدش يقدر يوصل له أبدا. لكن أليس بترفض وبتطمن جون وبتقوله إنهم ناس طيبة وهيعرفوا يتحكموا في الموضوع. وبعدها أليس رجلها بتتكسر وبتقول لصاحبتها بيتون إنها اتكسرت بسبب التزحلق لما سافروا سويسرا. وبيقابلوا صاحبتهم لويس في المول وبتقول لهم إنها شغالة هنا شغلانة تانية. وفي يوم بيصحوا على صوت حد في البيت وبيلاقوهم الأخين اليهود بيسرقوا الفلوس، وبتخرج لهم أليس بالإبريق، فبيقولوا لها إنهم مش عايزينه وهم عارفين إنه معاهم من الأول وسابوهم يجمعوا الفلوس وهم عايزين الفلوس بس. لكن أليس بتضربهم وبتشد منهم الفلوس، فبيضربوها على دماغها وبتفقد الوعي. وبعد ما بتفوق بتزعق لجون إنه ما عملش حاجة وسابهم ياخدوا كل حاجة ويهربوا، وبيستعدوا عشان يأذوا نفسهم ويجمعوا الفلوس تاني. وبيروحوا البار وبيعمل جون مشكلة مع واحد ضخم ولسه خارج من السجن عشان يضربه ويجمعوا الفلوس. وبيجي دكتور لينج وبيشوف حالة جون وبيقوله إن الإبريق ده هيدمر حياتهم ولازم يتخلصوا منه. وبيروح جون لصديقه شاك وبيستغرب من حالته وبيعرض عليه يشتغل معاه ميكانيكي، لكنهم بيكملوا برضه. وبتقول أليس لجون إنها اكتشفت إن لما حد يتألم والإبريق جنبه بيطلع فلوس. وبيروحوا لصالات الملاكمة والمستشفيات ويقفوا جنب الناس وهي بتتألم والإبريق بيطلع فلوس كتير. وبتكون أليس عايزة تدوس واحد بالعربية بيعدي الطريق، فجون بيمنعها وبيقول لها إنهم كده بيفقدوا السيطرة. وبتقول له أليس إنه فاشل وعمره ما كمل في حاجة، فبيقول لها إنه كان بيشتغل عشان هي تكمل وتاخد شهادتها. وبتلاحظ أليس إن الإبريق طلع فلوس وبتفهم إن الكلام الجارح كمان بيطلع فلوس، وبتطلب من جون إنه يجرحها بالكلام. وبيفضلوا يقولوا لبعض كلام مؤذي وأسرار مخبيينها عن بعض لحد ما بتقول له أليس إنها كانت على علاقة بأرين قبل الجواز. فبيتعصب جون وبيروح لبيت أرين وبيقول لصاحبه على اللي حصل، فبيتخانق مع أرين وبيضرب جون وبياخد باله من الإبريق اللي معاهم والفلوس اللي فيه. وبتفتكر أليس إن كل الناس عندها أسرار، فبيروحوا لريكي وبيقولوا له إن مراته سابت الكلب بتاعه في العربية في الحر لحد ما مات، وبيفضحوا السر. وبيروح جون لمرات مديره وبيحكي لها عن العلاقة واللي بيعمله من وراها. وبتقول أليس لجون إن ابن أختها ده ما يبقاش ابن جو جوزها لأنها كانت حامل فيه قبل ما تقابله أصلا. وبيروحوا عشان يقولوا كده لجو، لكن أليس بتقرر على آخر لحظة إنها ما تقولش حاجة، وبتغير كلامها وبتقول إنها غيرانة من أسرتهم لأنهم سعداء، وبتتأسف لهم وبتحضنها وبتكون فرحانة إنها ما قالتش السر ده. بتقول أليس لجون إنهم يعملوا حاجات كبيرة يجمعوا بيها فلوس كتير وبعدها يتخلصوا من الإبريق، وبتقول له إنهم يقتلوا تاجر مخدرات أو معتدي على الأطفال ويخلصوا العالم منهم ويكونوا أبطال. وبيروحوا يحفروا حفرة، لكن جون بيرجع في كلامه وبيقول لها إنهم مش هيعملوا كده، وبيقول لها إنها بدأت تتحول وهتبقى شريرة، وبيخيرها بينه وما بين الإبريق وبيسيبها ويمشي. وبيروح جون لدكتور لينج فبيقول له إنه حذرهم لكن ما سمعوش الكلام. فجون بيسأله ليه ما دخلتش وخدته من البيت، فبيقول له لأنه ما ينفعش أخده عشان يتحرر من قوته السحرية. وبيقول له إن فات الأوان ومش هيقدر ينقذ مراته، وإنه هيستنى لما الإبريق يدمرهم وبعدها يروح لناس تانية وهيفضل ينصحهم يمكن يسمعوا الكلام. بتشوف أليس الورقة اللي كانت قطعتها من الكتاب وخبتها عن جون، وبتلاقيه قاعد على الشباك ومعاه الإبريق، وبيقول لها اوعديني نديه لدكتور لينج عشان يتخلص منه، فبتقول له إنها ما قتلتش حد. وبينط جون من الشباك وبتنزل أليس وبتبكي وبتقول له إن حياتها ملهاش معنى من غيره. وبيفوق جون وبيطلع عايش وبتوعده إنها تتخلص من الإبريق. وبالليل بيجي أرين وبيسرق الإبريق وبيفرحوا إنهم خلصوا منه، لكن بيقول جون إنهم لازم يوصلوه لدكتور لينج بنفسهم. وبيروحوا البيت أرين وبيلاقوا دم كتير، وبيخرج لهم وهو متعور وبيقول لهم يديهم الإبريق، لكن بيرفض وبيضربوا بعض. وبتيجي مراته ومعاها بندقية وبيكون لسه هتقتله، فبيوصل الأخين اليهود وبيقولوا إن جدتهم سرقت الإبريق من هتلر وهم جايين ياخدوا حقهم، ويضربوا أرين بالمسدس وبيضربوا كلهم في بعض. وبيستخبى جون وأليس، وبعدها بيلاقوا الأربعة ماتوا وبياخدوا الإبريق والفلوس وبيخرجوا. وبعد كده بيدوا الإبريق لدكتور لينج وبيقول لهم إن الإبريق ده كان مع ناس كتير، لكن قليل منهم اللي كان عنده القدرة إنه يتخلص منه. وبعد فترة بيبعتوا الفلوس للوسي وتشانك عشان يساعدوهم، وبيكون أليس حامل وبيسافروا، وبياخد دكتور لينج الإبريق وبيرميه في قاع البحر عشان ما حدش يقدر يوصله تاني. وبكده يكون خلصنا ملخص فيلم النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه الحلقة الجاية. سلام عليكم.